كده مخيفة ولا احنا اصلا اللي بنخاف منها؟ ليه في ناس تقدر تستمتع بوقتها مع نفسها وناس تانية لأ، بتحس ان هي ضايعة لو قعدت لوحدها؟ من الوحدة مش بيجي من فراغ، لكنه غالبا بيكون امتداد لتجارب الطفولة. كنت طفل بتدور وانت صغير على الاهتمام ومش بتلاقيه، غالبا تكبر وانت خايف من العزلة. لو كان وجودك مع الناس بيحسسك بقيمتك الحقيقية، تحس ان الوحدة تهديد لهويتك، تربط سعادتك بأشخاص تانيين، ده هتتحول لعقاب بدل ما تكون مساحة للراحة. وزي ما قلنا قبل كده ان احساس الوحدة بيخلينا ندخل كتير قوي في علاقات مؤذية لمجرد بس الخوف منها، بقى يخلينا نلهي نفسنا طول الوقت بمشتتات، مفيش لحظة صمت نواجه فيها نفسنا. اكبر مشكلة هنا ان احنا بنفقد اصلا علاقتنا بنفسنا، لان احنا بندور على شخص يملى الفراغ اللي جوانا. لكن الحقيقة ان الوحدة مش هي المشكلة، المشكلة ان احنا مش عارفين نملى الفراغ اللي جوانا. كتيرة قوي الوحدة بتكون فرصة انك تكتشف فيها نفسك. جرب كده تكون مع نفسك من غير تشتيت. هل بتحس براحة ولا في افكار بتحاول تهرب منها؟ لما تهرب من الوحدة استخدمها كوقت تتعلم فيه، تقرا فيه، تطور من نفسك فيه، او حتى تفهم نفسك اكتر. اخرج لوحدك، جرب تعمل حاجة بتحبها، اكتشف انك مش محتاج حد عشان تكون مبسوط. ولو عايز تتخلص من الاعتماد العاطفي وتكون قادر انك تبني سعادتك بنفسك، فده اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.